أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. أغنية حزينة جديدة من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، والأغنية الحزينة دي بعنوان سكت كتير. سكت كتير وفضلت أغلب الوقت ساكت، والطيبة اللي جوايا ماتت، والأيام اللي انتظرتك فيها راحت. سكت كتير، فضلت قاعد مستني لرجوعك، تعبت من الصبر، قلبي وجعني ومش هصبر، وهتكلم بأسلوب تاني. أغنية حزينة دي يا أعزائي المتابعين يعني تختلف أشد الاختلاف عن الأغاني الحزينة اللي تم إصدارها سابقا، لأن الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين يعني تختلف أشد الاختلاف عن بقية الأغاني الحزينة التانية. فهي مش مجرد أغنية حزينة كده وخلاص، ده أغنية حزينة دي تقدروا تقولوا كده إن هي يعني بتتكلم عن الفراق والانتقام في وقت واحد. فأكيد يعني فكرة الأغنية الحزينة دي مختلفة عن أي أغنية حزينة قبل كده أنا أصدرتها. وطبعا انتم متوقعين مني أي حاجة مختلفة وجديدة نوعيا إن يتم إصدارها، لأن انتوا عارفين يا أعزائي المتابعين إن أنا محبش إن المتابعين بتوعي يزهقوا أو يشعروا حتى بالملل من إصدار حاجة شبه مكررة. وأنا محبش إن أعزائي المتابعين يعني يتضايقوا من كده، فأنا من الطبيعي إني لازم أغير علشان متحسوش بالملل. طبعا أنا فخور جدا بالرقم اللي وصلت له الأغنية حزينة موتك دمرني. أغنية حزينة موتك دمرني يعني أنا كنت عملت لها إصدار يوم 26 سبتمبر، النهاردة 28 سبتمبر، والأغنية الحزينة دي جابت رقم مشاهدات عالي جدا. مش بس كده، ده كمان في وقت قياسي جدا، فلكم أن تتخيلوا ده حاجة. أما طبعا أعزائي المتابعين اللي بيسألوا على صفحة الفيسبوك بتاعتي، فهي دي صفحتي الرسمية يا أعزائي المتابعين. أي صفح تانية أو أي أكاونتات تانية باسمي فهي معمولة لتشويه السمعة، معمولة علشان تشوه سمعتي، وانتوا عارفين يا أعزائي المتابعين ده ما يرضيش ربنا. أنا بعرفكم من الوقت إن دي صفحة الفيسبوك بتاعتي، وإن أنا مسؤول فيها عن كل شيء بيتم نشره فيها. وأي صفح فيسبوك تانية أنا غير مسؤول عنها، إلا إذا أنا أعلنت بحد ذاتي إني عملت أكاونت فيسبوك جديد أو حاجة. غير كده مش ينفع تصدقوا كلام صفحات كاذبة. أنا لو جيت قلت إني هعمل صفحة فيسبوك جديدة هطلع في فيديو خاص أقول لكم إني عملت كده. طيب أعزائي المتابعين، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وقبل ما أقفل الفيديو أحب أفكر حضرتك إنك ما تنساش تحط لايك وتحط كومنت
وتقولي رأيك في الأغنية حزينة سكت كتير. ويعتبر دي آخر أغنية حزينة يتم إصدارها في شهر سبتمبر ده. يعني خلاص شهر سبتمبر يعتبر خلاص خلص، فخلاص مفيش أي أغاني حزينة تانية هيتم إطلاقها إلا في بداية شهر وهو شهر أكتوبر. ولحد هنا يا أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.